انا مش عارفه اعمل ايه، كيكو طول النهار مش عايز ياكل غير كيكه. طب وماله، بسيطة. اعملي له الاكل على شكل كيكة. ازاي بقى اعمل له الاكل على شكل كيك؟ انا اقول لك بقى على فكرة حلوة. امم انت تعملي البطاطس مسلوقة وتهرسيها وتحطيها في الصينية وتحشيها الحشوة اللي انت عايزاها وتطلع في الاخر على شكل كيكة. والله فكره حلوه. طب خلاص انا هشوح الفراخ. نديها تشويحة لحد ما تاخد لون وبعدين ننزل عليها بالبصل. اول ما يدبل البصل نفرم عليه التومة. حط ملح وفلفل وحط لنا بقى بابريكا وجنزبيل وجوز الطيب وشويه ريحان. واول لما بس تتشوح شويه نوطي النار عليها ونغطيها. البطاطس دي بتتهرس كده وبتتحط على طول ولا بنتبلها بحاجة؟ احنا هنحط عليها بيضه وشويه زبده ونحط نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ. A few moments later. هندهن بقى شويه زبده تحت ونرش عليها من البقسماط الناعم. ناخد بقى نص البطاطس اللي احنا هرسناها نفردها تحت ونحط فوقيها الحشوه اللي احنا عملناها. بقى في مثلا ميه زياده او صوص من الفراخ نازل، صفيه عشان ما تبوظش ما البطاطس يعني. تبشبشهاش. طبعا لا غنى عن الجبنه، اي نوع جبنه بقى، انا حطيت جبنه تشيدر هنا. شغل محارة مية مية. اي خدمه. المهم هنرش على وش الصينيه بقسماط ناعم تاني قبل ما ندخلها الفرن. هنخليها بقى في الفرن ربع ساعه على درجه حراره متوسطه. بعدين نشغل الشوايه مثلا 5 دقايق او 10 دقايق ونتابع وشها لغايه ما يتحمر وياخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. يا سيدي، ندوق بقى. يلا بسم الله. هم. يا سلام عليا وعلى نفسي في الاكل. مقرمشه شويه من بره ومن جوه طريه، وحشوه الفراخ والبهارات اللي فيها مخليه طعمها حلو جدا. بس المهم تعجب كيكو ويصدق انها كيكه فعلا.